شير وليه بنوعي وليه بنعمل كونتنت؟ مين ما شافش، مين ما عندوش نت يريسيرش؟ ده في ناس دخلت الاسلام مش بس غيرت نظرتها عن الصهيونيه. هنعمل إيه تاني؟ اليو ان اتكلم، وفي مناصب في امريكا بتتكلم، وفي ناس بتقاطع، العالم كله بيقاطع. هنعمل ايه تاني؟ مش هتحصل، عشان لو حاجه حصلت هيحصل حرب، ويا رب يحصل حرب، بس مش هيحصل حرب عشان تاني القوى العظمى مصلحتها في يد الصهاينه. بس القوى الأعظم اللي مصلحة الناس كلها في إيديها بتقول لي خد بالأسباب، فأنا عشان كده بشير، عشان كده بعمل دلوقتي محتوى مع إني مش حاسس إن هيجي بنتيجة، بس بعمل شير على أمل. حتى لو أنا شايف، حتى لو العالم كله شايف إن في حاجة هتحصل، مش متأكدين عشان ما عندناش علم الغيب. فلو أنت يائس أو متضايق، ضلك تعمل كونتنت، ضلك تشير، ضلك توعي، ضلك تبقى خلاص. هتعمل ايه؟ ما فيش حاجه تانية تعملها غير الاسباب. خد بالاسباب والشير. وان انا شخصيا عبدول مش شايف ان اي حاجه تحصل. انا بقول لكم، بقول نفسي الاول عشان انا اصلا بدات الفيديو بقول ان مش حاسس ان في حاجه بتتغير. اللي انت شايفه ده مش فاكت، انت بتعمل كالكوليتد جيس، ايكويشن معينه جات لك بتقول 2 زائد 2 مثلا ب4، وانت عايز تدخل 5. مش هتكون 5، بس في واحد ممكن يخليها 5 لو اخدت بالاسباب. 2 زائد 2 زائد 1 هتكون 5. صدق حلوه والله العظيم. 1 هيخليها 5، هي 4. بس في واحد لو دعيته واخدت بالاسباب اللي هقول لك عليها تبقى انا جامد فشخ. بدأت الفيديو ده بجد متضايق، بس والله العظيم في امل. لو الدليل ان لو انت شفت الفيديو ده بكره هتلاقيني بعمل شير.